حكم الجزائر الجنرالات لأكثر من 30 عاماً منذ استقلال البلاد عن فرنسا في عام 1962. خلال هذه الفترة شهدت الجزائر العديد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتعرضت لحكم قمعي من قبل الجيش. بدأ حكم الجنرالات في عام 1965 بعد انقلاب عسكري أطاح بالرئيس أحمد بن بلة. تولى الحكم حينها هواري بومدين الذي حكم البلاد بقبضة حديدية حتى وفاته في عام 1978. بعد بومدين تولى الحكم الشاذلي بن جديد الذي حكم البلاد حتى عام 1988. في عام 1988 اندلعت مظاهرات عارمة في الجزائر طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية. رد الجيش على هذه المظاهرات بقمع شديد أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص. بعد القمع تولى الحكم الشاذلي بن جديد مرة أخرى، لكنه لم يتمكن من حل الأزمة السياسية في البلاد. في عام 1992 ألغيت الانتخابات البرلمانية وفرض الجيش حكما عسكريا. حكم الجيش الجزائر لمدة 10 سنوات شهدت خلالها البلاد حربا أهلية بين الحكومة والإسلاميين المتشددين. انتهت الحرب الأهلية في عام 2002، لكن البلاد لم تخرج بعد من آثارها. في عام 2019 اندلعت مظاهرات عارمة في الجزائر طالبت برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليق. استقال بوتفليق في عام 2020 وحل محله عبد المجيد تبون. تبون هو أول رئيس مدني يحكم الجزائر منذ عام 1999. يواجه تبون العديد من التحديات، أهمها إصلاح الاقتصاد وتحقيق المصالحة الوطنية. حكم الجنرالات الجزائر لأكثر من 30 عاماً وخلفوا وراءهم سجلاً حافلاً بالانتهاكات الحقوقية والفساد. يأمل الجزائريون أن يتمكن الرئيس تبون من إحداث تغيير إيجابي في البلاد وتحقيق التنمية والازدهار.